بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد من الفيديوهات اللي احنا بنعمل فيها الحاجات اللي احنا فرزناها من التفريز بتاع الفراخ اللي احنا جبناه قبل كده عشان الميزانية. طبعا احنا مش بنعمل كل يوم الحاجة فراخ فراخ فراخ. بس طبعا احنا بنعمل بجيب لكم الافكار كلها ورا بعض. ولو في حاجة تاني بنعملها في النص فمش بصورها لكم دلوقتي. وبحاول يعني ان انا اجيب لكم الحاجة اللي هي بنعملها مع ورا بعض من التفريزات. بس لو كنت اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. متشكرة جدا. المشاهدات فعلا زادت، وانا بشكركم قوي ان انا بجد شفت ارقام حلوة وحاجة فتحت نفسي يعني، وان شاء الله دايما. احنا دلوقتي بنعمل طبعا هنعمل يعني اكله من اكلات التفريزات. بس طبعا قبل ما بنبدا زي ما انتم عارفين كل مره انا ساعات بصورها لكم ساعات لا، بس انا قبل ما ببدا الاكل لازم اخلي الحوض ما فيهوش ولا طبق ولا كوبايه، وحواليا والرخامات فاضيه. انا لو ما دقتش كده مش بعرف اكمل، لان انا اصلا وانا بشتغل ببقى بطلع اطباق او حاجات مواعين يعني من الحاجات اللي انا بعملها. فلو ما فيش في فاضي في الحوض بيتكون كله فوق بعضه، بتبقى مهزله. يا اما بعوز مثلا احط حاجات على الرخامات وكده، بس لما بتكون الرخامات مليانه ما بعرفش، مش عارفة، ما بلاقيش حتة احط فيها، ببقى ماسكة الطبق وبلف بيه في المطبخ. فطبعا انا بحب قوي ان انا افضي المطبخ من المواعين ومن الكراكيب اللي هي حوالين الرخامات، عشان لما اجي ابتدي الاكل بيبقى الدنيا فاضية. علشان كده علشان اصلا انا مطبخي صغير، فما فيش اصلا اقدر افتح في ترابيزه او كده تقدر تستوعب الحاجات اللي انا الزيادات. فانا بحاول ان انا اخلي الاماكن اللي هي بقدر احط عليها الحاجه فاضيه. فطبعا بغسل كده زي ما انتم شايفين الاطباق بتاعتي والحاجات بتاعتي كلها، بفضي الدنيا والدنيا بتبقى فاضيه تمام. ابتدي بقى في الاكل عادي. ده صدر من الفراخ اللي احنا عملناها صدر كامل فصين. فانا خدت منه فص بس، قطعته عشان اشوف هيقضي ولا لا. لقيته مش هيقضي يعني، فرحت مقطعه الفص التاني بس مش كله. كملت من الفص التاني، يعني انا اخدت تقريبا فص ونص او فص واقل من نص بشويه. قطعته زي ما انتم شايفين كده تقطيعة شاورما، يعني يعتبر زي الشاورما بالظبط، أو المكعبات صغيرة. وبعدين جبت الطاسة. أنا طبعا هعمل مكرونة. طبعا الأكلة اللي هعملها دي هي المكرونة بالصوص الأبيض. طبعا أنا الفراخ دي ممكن نشيلها ونحط مشروم، نشيلها ونحط جمبري، نشيلها ونحط أي حاجة احنا عايزينها غير الفراخ، لو حد مش عايز يعمل فراخ يعني. فهي بتبقى دي الأساس. وبعد كده احنا بنعمل نفس الخطوات بس بنشيل الفراخ ونحط الحاجة اللي احنا عايزينها. احنا كده حطينا عمل بسلق المكرونة على الناحية التانية. وانا جبت مكرونة قواقع دي عشان خاطر الأقلام ما لقيتهاش، القواقع طلعت أحلى على فكرة في الأكلة دي. أنا حطيت حتة سمنة كبيرة وحطيت معاها شوية زيت بس عشان ما تتحرقش. وبعدين حطيت الفراخ اللي أنا مقطعاها، وحطيت تبقى طبعا على نار عالية، وحطيت فيها ملح وفلفل أسمر. وبعدين قعدت أقلب في الفراخ لغاية ما الفراخ غيرت لونها. يعني ما بقتش طبعا كده يعني، هي طبعا هتبقى مش مستوية كاملة لكن هي بتبقى غيرت لونها. وبعد كده على الأقل بتكون نزلت المية بتاعتها وشربتها. بعد كده بشيلها في طبق. واخلي السمنه، يعني بشيلها من غير ما اشيل السمنه بتاعتها. فبشيلها في الطبق وبخلي السمنه زي ما هي في الطاسه. بس انا بقى بزود عليها تاني، لان طبعا عشان اعمل الصوص الابيض السمنه دي هتبقى حبه صغيره قوي. فانا دلوقتي حطيت حته تومه، هما تومتين بالكتير جدا يكونوا مدقوقين عادي في الكبه في الهون زي ما انت عايزه، بس يكون فرم رفيع يعني خفيف قوي، يكون فرم رفيع قوي. انا زودت كده اهو سمنه، لاني بعد ما بحمر الفراخ وكده بطلعها بيبقى السمنه بقت تنقص، فبزود سمنه وبعدين بحط الدقيق.
الدقيق ده أنا تقريبا المعلقتين دول عملوا لي يعني أكتر من يعني كيلو إلا ربع تقريبا مكرونة. حطيت الدقيق، وبعد ما بحط الدقيق برضو الاقي السمنه قليله، بقعد ازود سمنه لحد ما الاقي الدقيق يعني يبقى خفيف كده اللي حواليه مش كتل. وبعد كده بعد ما بيتحمر الدقيق يطلع ريحته ولونه بيغير اصفر كده، بحط اللبن. طبعا انا ما بحطش كريمه الطبخ والحاجات اللي هي التقيله قوي دي، انا بحط اللبن، وكمان بخفف اللبن ده بالميه. يعني مش بحط كل الكميه لبن، شو انا حطيت دلوقتي دي ميه. بحط شويه لبن، ويعني اكتر من نص شويه لبن والنص الكميه التانية ميه. واحط واقلب كده، افضل اقلب طبعا بالمضرب ده عشان خاطر ما فيش حاجه تكلكع ولا حاجه تلزق. نفضل نقلب كويس قوي، واحنا بنقلب بعد كده نحط البهارات الفراخ، وبنحط ملح وفلفل اسمر بس. بهارات الفراخ طبعا بتبقى جميله، وفي بهارات معلبه حلوه جدا جدا في السوق، اكياس يعني بهارات فراخ مش اي حاجه، بتبقى طعمها في منتهى الجمال، احلى من المرقه 100 مره. حطيت ملح وفلفل اسمر، وهي دي بهارات الفراخ. هي اسمها بهارات فراخ لتتبيله الفراخ اللي في الفرن. فهي هي كده، ولكن هي بتستخدم لكل حاجه. بعد كده بنفضل نقلب فيها وبندوقها طبعا عشان نظبط ملحها. وبعد كده بنرجع اول ما تبتدي تغلي بكبك كده، وطبعا بنخفف على قد ما احنا عايزين الصوص يبقى تقله ايه. فبنرجع بعد كده بيها الفراخ اللي احنا كنا طلعناها من الاول، بتغلي غلوة معاها. وتفضل بقى ايه، طول ما هي بتغلي انت شايفة القوام بتاعها، لقيتيه عايز يخف تزودي شوية مية وتقلبي. اول ما يغلي تمام بيبقى طبعا خفيف شوية، لان هو لما بيتحط في المكرونة ويبرد بيبقى بيتقل. ودي المكرونة زي ما شايفين كده، انا وريتها لكم خلصت استوت. فانا بشيل حبة من البشاميل ده او الصوص الابيض اللي انا عملته ده، بشيله في الطبق على اساس يمكن يبقى عندي زيادة، بدل ما يتحط في المكرونة تبقى زيادة او الصوص، او ان انا احتاج في الاخر احط على الوش الصوص ده، بيبقى حلو جدا. فانا بحط كده المكرونة لحد ما واقلب لحد ما الصوص خلاص يشرب، المكرونة تشرب كل الصوص، ويبقى هو ده الصوص اللي انا عايزاه، كميه الصوص اللي كده. بعد كده بغرف طبعا. فاض عندي دوت حبه صوص بحط فوق الوش. ما فاضش انا بيبقى تمام، لان انا بظبطها بخليها مش المكرونه مش اكتر من الصوص. يعني الصوص اللي انا عاملاه بيبقى اكتر من المكرونه، تبقى المكرونه كده يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا منغنغه صوص، مش فقيره صوص يعني. بس وبتبقى طبعا أكلة جميلة جدا جدا، والله أنا ب... لو جبتها مرة كانت غالية جدا، وكانوا حبة صغننين قد كده في الطبق. فيعني طبعا دي أكلة حلوة، وعملناها كلها بفص ونص فراخ، وما خدناش حاجة، وما خدناش لا كريمة طبخ ولا بتاع دوت كريمة ولا كريمة لباني ولا أي حاجة. جربيها وهتعجبك، وادعيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.